أهلا وسهلا بيكم في قعدة فنية جديدة. بس قعدتنا النهاردة مش هنبدأها بترحاب تقليدي، هنبدأها بأسئلة بسيطة إجابتها في ذاكرتكم وضحكتكم. مين فينا ما كانش بيقول أتقولهم لي نيلي نيلي أقولهم لك شريان شريان؟ ومين فينا ما ردتش صبح صبح يا عم الحاج؟ ايه ده؟ ومين فينا ما مسكش في إفيهات بوشكاش محفوظ؟ أظنكم كلكم عرفتوا إحنا هنتكلم عن مين. حديثنا طبعا عن النجم محمد سعد. أنا أرساني، ودي قعدة فنية. قبل أي حاجة حابب بس أقول لكم إن أنا من أكتر المعجبين بمحمد سعد، والكلام اللي هنقوله النهاردة هو كلام مبني على الآراء العامة لكل النقاد والسؤال اللي بيدور في الشارع المصري، لكن ده ما يمنعش عن حبنا الكبير لنجمنا محمد سعد. أول حاجة، المحور بتاعنا النهاردة هو رحلة من الطريق إلى إيلات لحد آخر أعماله، تحليل لأدواته من تعابير وشه المعقدة لحد استخدامه غير العادي لجسمه وحركاته الصعبة. وهنبحث عن إجابة سؤال مهم: هل محمد سعد موهبة ضخمة محتاجة بس الإدارة واعية للنصوص والمخرجين، ولا هي دي دماغه وهي دي طريقته؟ البداية والدور المفصلي. سعد بدأ بأدوار جادة، لكن ظهور الليمبي في الناظر ما كانش صدفة، ده كان استثمار ذكي لموهبة فطرية في صناعة الكاركتر. النجاح ده تحول لبطولة مطلقة في فيلم الليمبي سنة 2002. قمة الإيرادات أفلام زي اللي بالي بالك وعوكل وبوحة ما كانتش مجرد نجاح، دي كانت ظاهرة سينمائية إيراداتها كانت قياسية وعدت نجوم الصف الأول في وقتها. الدليل على موهبته قدرته على صناعة عالم متكامل لكل شخصية، من نبرة صوت لحد لبس الكاركتر. حكم حصبابه. المحور التاني، أسرار الأداء الجسدي والتقمص. محمد سعد مش مجرد كوميديان عادي، أدواته جزء منها بيورثها من كبار فناني الكاركتر. بص معايا، الدليل العملي، التعبير الجسدي والحركي مثلا، حركات الوقوع والتشنجات وحتى الجري الغريب، حركات بعينيه، حركات ببقه وفكه، كل ده بيثبت قدرته على استخدام جسمه كأداة تمثيلية بامتياز. أحيانا بقى يجي عند النقطة الصعبة، تقمص الصعب، زي مثلا لما تيجي تقارن بين الليمبي ورياض المنفلوطي في اللي بالي بالك، هي درس في التقمص. التناقض بين لغة جسد الضابط والشخصية الشعبية بيأكد إنه ممثل عبقري في الكاركترات الصعبة. المحور الثالث، التجديد والفخ. للأسف ظهرت محاولات تجديد ما نجحتش بشكل كامل. بوشكاش، انت سلاوي. الفيلم ده كان سنة 2008، كانت محاولة واضحة للابتعاد عن شخصية الليمبي المكررة والنمطية، والنقد الفني أشاد بهدف الفيلم إنه بيقدم شخصية أكثر اتزان، كأنه ناشط أولا في المجال الرياضي وشخصية تعرض لأزمات وبيحاول يرجع نفسه وبيفوز على قضايا فساد، لكنه فضل برضه في منطقة الأداء النمطي اللي اتعود عليها الجمهور والنقاد. نيجي بقى للحظة، لحظة التعثر. على بأم بقك. كانت من فيلم تيك تيك بوم، فيلم سنة 2011 اللي جه بعد الثورة. كان فيه رغبة يقدم عمل جاد نسبيا وهي شخصية تيكا، بس الفيلم ده تعرض لأقصى هجوم نقدي، لدرجة إن بعض النقاد وصفوه إنه الأسوأ في موسمه، واتهموا الفيلم بابتذال الثورة. الخلاصة هنا، الموهبة كانت موجودة، حتى أي حد لاحظ الفيلم هيلاقي قد إيه إن كان في تطور في مستوى الإفيهات. يا ابن الكلب منك دي، يا ابن الكلب، يا ابن. لكن غياب النص الجيد والإدارة الإخراجية الواعية خلت المحاولة تنقلب ضده. حتى في الدراما زي مسلسل فيفا قطاطا، التكرار فضل مسيطر لما أعاد شخصية الست قطاطا والليمبي اللي قدمها في فيلم عوكل، وده بيأكد إن في مشكلة في إدارة الموهبة، حيث إن المنتج أو الممثل فضلوا الاستثمار في المنتج المضمون أو الكاركتر المعتاد بدل من المغامرة بالتجديد. نيجي بقى للمحور الرابع، الكنز. الحياة عايزة ميزان، دايما توزنها عشان تختار الصح. لو طوعت عقلك بس هتنشف وتجف وتموت، ولو طوعت قلبك
عبيط. دايما توزنها، ولو اخترت غلط اعرف انك مختار غلط، وما تكبرش عشان تعرف تصلح الغلط. نقطة التحول. وهنا النقطة الفارقة تحت إدارة المخرج الكبير شريف عرفة والنص المتماسك. ظهر محمد سعد الممثل الشامل، خرج تماما من جلده وقدم دور درامي وتاريخي مع نجوم كبار، وشهادة النقد إنه قد أجمعوا إن دوره في فيلم الكنز بيمثل نقطة تحول فنية، ودليل واضح إن الموهبة كانت محتاجة بس للاحتواء والتوجيه الصحيح. الفرق مثلا بين الأفلام في مننا اللي بيعرف يفرق ما بين أفلام محمد سعد وبنقسمها لقسمين: أفلام الكاركتر زي الليمبي وبوحة وعوكل، وهي نجاح ساحق في البداية لكن تراجع بسبب التكرار، ولكن في أفلام بيبرز فيها دور الممثل زي الكنز وزي الناظر، نجاح فني ونقدي بسبب جودة النص والرؤية الإخراجية، وده هو التطور اللي كان لازم يمشي فيه. أما للأسف أعمال زي إكسلانس وحياتي مبهدلة مثلت فترة إخفاق فني ومالي واضح، والسبب الرئيسي نصوص ضعيفة مع استمرار الاعتماد على لازمات وحركات مكررة من نفس الكاركتر، وده خلى الجمهور يزهق. فيلم الدشاش وهو آخر أعماله بيمثل محاولة جديدة للعودة وتغيير الجلد، ودي خطوة تحسب ليه. عايزين نيجي نقول في الآخر في نهاية قعدتنا بنأكد على حاجة مهمة: محمد سعد موهبة ضخمة، عبقرية فنية في خلق الكاركتر الصعب، وقدرة جسدية هائلة. هو فنان يمتلك من الأدوات ما يجعله من أقوى الممثلين في الوطن العربي، لكن الرسالة اللي لازم توصل للنجم محمد سعد هي: أرجوك تختار النص والمخرج قبل الكاركتر والإفيه. بس أنا عايز أسمع رأيكم في الآخر، انتوا رأيكم إيه بقى؟ هل محمد سعد أجاد فعلا اختيار أدواره، ولا كان محتاج فعلا حد يدور له على الأدوار الكويسة؟ أنا أرساني، ودي قعدة فنية.